السلام عليكم الحباب، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الدنجال اللي في الفرن بلا صوص ديال المطيشه بالفرماج بالاعشاب المنسمه، اللي عنده يديرهم اللي ما عندوش بلا ما يديرهم. هنا عندنا الدنجال كيف ما كتشوفوا، ها هو كبير وغلى، ها هو كيف ما كتشوفوا وباقي جديد وكل شيء. هنا عندي مطيشه محكوكه، ها هي خليتها فين حكيتها بقات. هنا عندي العطريه، هنا عندي الثومه محكوكه، عندي القزبر يابس، هنا عندي تحميره طبيعيه، عندنا الجوريقات ديال الرند، عندي واحد القبيصه ديال السنجبير، وهنا عندي واحد القبيصه ديال ورقه الرند مطحونه. هنا عندي 3 ديال الاعشاب، عندي اليازير وعندي الحباق وعندي الزعتر، وهنا عندي الفرماج مخلط موتزاريلا ولا اخر عادي. هنا عندي دوك الاعشاب المنسمه 3، اللي عنده يديرهم اللي ما عندوش ما يديرهمش، ماشي ضروريا، اللي بغى يزيدهم، اللي ما بغاش اعشاب منسمه. هنا عندي البصله كيف ما كتعرفوا هي محكوكه يابسه. هنا عندي الفرماج بودر، ها هو. وهنا عندي العطريه فيمي، ها ما كتشوف. عندي 3 الاعشاب، اللي عنده يديرهم اللي ما عندوش بلا ما يديرهم. هنا غادي ناخذ كيف ما كتشوفوا ها هي، وغادي نزيد عليه هاد العطريه اللي هنا فيها ثومه فيها كل شيء. وهنا غادي ناخذ واحد شويه قبيصه ديال السميد، غناخذها بيدي غير قبيصه باش ما تمررش لينا. هذا غادي ناخذ غير شويه كيف ما كتشوفوا حتى طيب وتسالي، وعاد غادي ناخذ نزيد منها شويه. هنا عندنا شويه ديال الاعشاب المنسمه، غتخليه حتى طيب لاصوص وتغمر مزيان وتوقف في الزويته ديالها، عاد نرميهم حتى نبغي نطفي البوطه. وهنا كيف ما كتشوفوا هنا رانا عندي الزيت العاديه الروميه، وغادي نشعل البوطه. ما غاديش ندير القزبر المعدنوس، وغادي ندير مليحه. غادي نشعل البوطه ونحط هاد المقيله حتى تطيب وتوقف لاصوص ديالتها، نمشي باش نخدم معكم هاد الدنجال. وهنا راكم شفتوا عندي طاوه وهاد الكارط اللي غادي يدخل الفران. وهنا غادي نخدم معكم الدنجال ونعاود نرجع معكم باش نوريكم النهايه ان شاء الله. هنا بعد ما طابت ليا الخوط لاصوص ديال المطيشه بنينه ما نقولش لكم، وهرستها بواحد شويه معلقه صغيره ديال سنيده باش ما تبقاش حامضه. كما كتشوفوا هنا رشيت شويه دنجال غير شويه ديال الملحه. هنا غادي نزيد دابا، عاد غادي نزيد واحد المعلقه ديال غادي نزيد واحد شويه ديال التخليطه المنسمه ديال 3 الخلطات اللي فيها اليازير والزعتر والحباق. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الفرماج اللي بودر غبره كما كتشوفوا. غادي نزيد هنايا بصيله، وهنا غادي نزيد معكم العطريه الفيمي، كتعطي واحد المذاق زوين، ولكن ماشي ضروريه. اللي عنده يدير هاد الاعشاب المنسمه، اللي ما عندوش بلا ما يديرها. هنا غادي تزيدوا بعد ما طابت زدت شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نخلط معكم هاد الشيء ان شاء الله كيف ما شفتوا. وزيت زويته د العود ها هي ملبيه مزيان. هنا الدنجال مفلحاه واحد شويه، غير مخطاه واحد الصيره حكايه. وانا غادي نبدا معكم بحال دابا، غادي نبدا وغادي نمشي هايا الدنجال كامل حتى نساليه شويه بشويه حتى نعمر. منين قاد انا غادي نبقى نحط بحال هكايا، وعاد غادي نقاد وغادي ندير عليهم الفرماج وشويه ديال الزيت العود. بعدا ندير معكم محيده كيف ما شفتوا. غادي ناخذ معكم هنا فرماج، ندير عليها من الفوق شويه الزويته بلديه، ونزيد عليها شويه ديال الربيع يا بوهاد. وانا نرجع معكم. اللي بغى دير الزيتون ديروا مقطع، اللي بغى كل وحده وعلى حسب الاستطاعه ديالها. وشكرا لكم. بعد ما طيب نرجع معكم نوريكم النهايه ان شاء الله وش هي طيبه. هنا بعد ما ساليت معكم وعمرت الطويوه ديالي كيف ما كتشوفوا، انا غادي نرميها ومني طيب انا معكم ان شاء الله وبصحتكم وراحتكم. وهذه هي الشهيوه اللي طيبت معكم ديال الدنجال، اكله رائعه وجربوها والله العظيم الا غادي تعجبكم. ومن السما وبنينه بزاف. والدنجال راني واخا رميتو هكاك خضر راه طاب ولا فتي على مزويناتو وبصحتكم وراحتكم.